السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. عايزة اقول لكم بقى ان اكلة النهاردة دي اكلة تحفة في الطعم والشكل والريحة وكل حاجة. حتى اللي ما كانش بيحب اللحمة ولا ليه تقل على اللحمة قبل كده، اول ما شم الطاجن ده عايزة اقول لكم جه جري على الريحة والجمال. مكوناته سهلة، مش بياخد وقت، بالعكس بيدي حالة كده من السعادة. هنشوف هنعمله ازاي وطلباته ايه كلها. هنجيب الاول فلفل الوان وبصل مبشور وسليم، وهنجيب كيلو لحمة او كيلو الا ربع. انا استخدمت كيلو الا ربع في الطاجن ده، ونص كيلو طماطم مبشورة، وبطاطس متقطعة ويدجز، وعايزة معلقة توم. هاجي بقى دلوقتي ابتدي ان انا انزل كل الخضار بتاعي، بس هعمل تتبيلتين يا جماعة. هبتدي واحدة واحدة. هنقول البصل المبشور مع الطماطم المبشورة مع معلقة الثوم، هقلبهم كويس جدا مع بعض. وهجيب بقى دي بقى اضافة حلوة قوي قوي، هجيب كزبرة خضرة، دي برضو بتدي طعم حلو قوي 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 للحمة. وابتدي ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض. دي هتبقى خلطة هتتساب على جنب يا جماعة، مش هنحطها في الطاجن دلوقتي. وبهرها طبعا بالملح والفلفل، وانزل بقى بجوز الطيب وبهارات اللحمة والحاجات الحلوة كلها اللي هي بتدي طعم حلو جدا للطاجن. وطبعا الشطة الحلوة الجميلة بتاعتنا مع سنة بهارات من بتاعة اللحمة زي ما قلت لكم. وقلب كل ده واسيبهم واركنهم قد ساعة كده او ساعة ونص في التلاجة، ممكن وبره التلاجة ممكن. البصل بتاعي بقى اللي احنا قلنا السليم، ممكن ان انا لو عندي بصل قوارمة ارميه كده في الطاجن من غير ما يتقطع صغير. وممكن ان انا اقطعه شرايح محملة شوية مش رفيعة، عشان هتاخد وقت مع الطاجن. كل ما هتدي بصل للطاجن ده كل ما هيبقى الطعم روعة وفوق الروعة. وعندي البطاطس الجميلة الويدجز، وعندي الفلفل الالوان والاخضر اللي هو الرومي والحراق، كله 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 بنخلطه مع بعض ونبهره ونديله سنة الفلفل الاسمر مع كل الحاجات دي. وابتدي ان انا فرشت بيهم الطاجن مع معلقتين زيت. باجي بعد كده في نص الطاجن بنزل بالتتبيلة بتاعت اللحمة بتاعتي اللي انا كنت سايباها في التلاجة ساعة ونص مثلا. وابتدي زي ما احنا شايفين كده ان انا بزق اللحمة تحت كل الخضروات اللي كانت عندي، علشان هي اللي تاخد السوا في ارضية الطاجن. وابتدي بقى عندي شوية شوربة صغيرة ممكن اديهم لها، عندي معلقة صلصة اديها لها على الوش كده. كل دي بتدي تطعيمة حلوة قوي للطاجن بتاعي، مع كل البهارات وكل الحاجات الحلوة اللي احنا حاطينها. ببتدي ان انا ادي بقى اخر حاجة سنة الزيت، بقفل بيها الطاجن بتاعي. وبرضو انا ونظري محتاج شوية شوربة بديله، محتاج شوية مية بديله عشان اللحمة تلحق تستوي. بدخل الفرن، بياخد له ساعة ساعة وربع عشان تكون اللحمة استوت والبطاطس طلع شكلها مشوي وجميل، والفلفل والبصل وكله طالع دايب وجميل. فعلا أكلة روعة وريحتها جميلة، مش عايزة أقول لكم كانت جميلة قد إيه. يا رب كلكم تجربوها وتعملوها وتقولوا لي رأيكم فيها. مستنية كومنتاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.